جلاش في صاج الخبيز يا جماعه. بعد ما خبزنا وعملنا قرص قلنا نعمل صينيه جلاش سريعه كده. هتطلعي كيس لحمه معصجه، وعندك بقى لفتين جلاش هتعملوهم على السريع كده. حطينا في القعر ماده دهنيه، عندك السمنه، سمنه على زيت او سمنه سايحه بتسيحيها كده بدرجه حراره الغرفه. طبعا احنا في الشتاء فبنسيحها كده على النار تسيحه بس تفك من بعضها. بعد كده بنحط في القعر كده، طبعا ده عشان مقاسه كبير مش زي الصينيه اللي عندك في البيت. بتحطي رقين، انا بحط ورقتين عشان ما تقطعش منك، حطي ورقتين وكملت عليهم ورقتين. ببتدي بقى ادهن كده واحده واحده. دي بقى تعمليها سهله وسريعه حاجه كده بعد ما تخبزي، بعد ما تعمليهم مثلا الصبح بالمره كده. بعد ما تعملي القرص تعملي لهم قراقيش تروح عامله لهم، دي اسهل حاجه تعمليها عشان طبعا بتبقي تعبانه وقت الخبيز. هتدينيها كده بالمنظر ده وترجعي تحطي. انا بحط ورقتين ورقتين. لو عندي اللحمه المعصجه كتير صاجة كتير، كل ورقتين بحط شويه لحمه مفرومه. بس لو عندك كده، انتوا عارفين الاسعار غاليه دلوقتي. اللحمه حتى اللحمه المستورده انا كنت هعمل عليها بس بسطرمه، تجربه البسطرمه لقيتها ب 140 جنيه. فانت طبعا هنقتصد في كل حاجه. اذا انا حطيت ورقتين، دي ورقه حط ورقه كمان. انت طبعا الصاج ده مش ممكن يعمل لك لفتين او 3 لفات جلاش، فانا هحط ايه 3 لفات جلاش عشان يعني يكفي. هتحطي كده وتدهني. اسهل طريقه، مش هتتعمل معاكي في دقايق. في ناس ممكن انت تحطي اللي هو البيكنج باودر معاه، انا ما بحبوش وبحس ان هو طعمه ممرر كده، ليه طعم غريب. فاحنا هنحط الايه العادي، الحاجه العاديه السهله في بيتنا، مش هنقعد نبدع. حتى البيكنج باودر انا قريت في سيرش كده ان هو يعني كتره غلط على الكبد، لانه يعني في بيكربونات الصوديوم والله اعلم بقى. هما بيقولوا احنا بنعمل الحاجه الايه اللي الناس كلها بتعملها. لفات هحط لفه ونص تحت ولفه ونص فوقيها، وشوف حتى لو متقطع انت سويه. شوف هو ما شاء الله عشان هو طازه، الله اكبر ما شاء الله، هو بيتقطع منك بسهوله. غير ما انت تجيبيه بقى متلج هيبقى بقى ايه، هيتعبك في الفرد. طبعا الجلاش بتعملي بيه طرق كتير جدا. ممكن يبقى فطيره نفسها تحطي جواها، مش شرط لحمه مفرومه، ممكن تعملي جواها اللي هي اللهم صل على النبي، جبنه بالخضار مثلا، جبنه عليها بسله وجزر بتبقى تحفه برضو. حاولي بس تديني جامد كده عشان الجو شتاء، فلازم الدهان يبقى كتير. ماشي. هفتح بقى دي كده، كملت لفه، احط عليها نص لفه وفوقيها ايه لا برضو يبقى كده لفه ونص وفيها لفه ونص. بسم الله ما شاء الله. دي اللفه التانية يا جماعه، بصوا حاجه طازه جميله زي الفل. بصوا حاولوا لو عندكم حد بتاع كنافه وبسبوسه، بيبقى في ناس كده عندها، هاتي منها الجلاش وبيبقى ارخص. يعني انا في ناس بتبيع ب10 وفي انا جايباها ب6 جنيه. حاجه تحفه خالص وجميله وطريه. يعني هتعملي بيه فطير مشلتت، ممكن ان شاء الله اعملها لكم بيها فطير مشلتت. بسم الله ما شاء الله. الورق يعني تحفه. انا كده هكمل على كده. هحط بقى الماده الدهنيه. مره هعمل كده ومره هعمل بالطول واعمل بالعرض، بس ده كده كفايه بقى. احط الحشو دلوقتي، بس احط واحده كده عشان الايه الحتت اللي باينه. كل يا جماعه ورقتين تحطي ماده دهنيه كده، عشان لو حطيتي ورقه واحده هتتفتت منك ومش هيبقى ماسك في بعض. في ناس بتحط لو هي حاطه زيت على سمنه بتحط معاهم علبه زبادي، انا ما جربتش، ممكن انت تجربي. حط بس ورقه كده بالعرض عشان اللي باين ده. واحط بقى الايه الحشو زي ما انت عايزه. قلت لحمه مفرومه، ممكن تحطي سجق، ممكن تحطي حاجه يعني مثلا ده طبعا تبقى لو هتعمليه حلو. طبعا الجلاش ده لعبتك، الجلاش لعبتك. اسهل حاجه احنا قلنا احنا خابزين، نعمل حاجه كده نستغل الفرن السخن نحط حاجه فيه. بص بقى ما تبينيش حاجه فيها خالص عشان البتاع يعمل ايه شكله، حتى منظره مش كويس. هنحط بقى الحشو يبقى جميل وعامل زي الفطير. انت كده منه فطير ومنك لحمه مفرومه. هتقولي ليه ايه الحشو اللي انت حاطاه ده كله لفه ونص تحت؟ ايوه انا حاطه لفه ونص وهتشوفيها. ما انت ساعات بتاكلي الفطير من غير حاجه، فانت اعتبريها كأنها فطيره. كتروا يا جماعه كده
عشان تديكي. هنبتدي بقى نحط اللهم صل على النبي. هنحط نحط الحشو كده. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. مفيش سباتولا، احنا نوزع بقى كده. بصوا حاولوا على الحروف بقى، ما تحطيش حاجه بسيطه. ده كان انا مفرزاه في الفريزر. لو عايزه طريقه التعصيج، انا بحط على كل نص كيلو لحمه تحطي نص كيلو بصل وربع كيلو جزر، والفلفل طبعا لو عندك اطفال قطعيه كبير، ما تقطعوش صغير. ماشي. لو عايزين اي وصفه بالجلاش اعملها لكم ان شاء الله، اكتبوا لي في الكومنتات وقولوا لي. لو عجبتكمش الطريقه بتاعه الجلاش دي وعندك اقتراح تاني ان انا مثلا اعملها لك حلو، اعملها لك باي حشوه، قولي لي برده في الكومنتات. ما تحاوليش تحطي في الحروف عشان ما يتحرقش. وكده بسم الله ما شاء الله حلو، هتبقى هشه وكبيره وبتشبع. حاولي تقتصدي، يعني ما تقوليش هحط لفه وتتاكل محدش هيشبع منها. انت كتري، يعني حاجه يعني اللفه ب6 جنيه بس بقى كتري. اخدميه بقى، اخدمي، حطي سمنه. ما تحطيش تقولي احط ربع كيلو لحمه، مش هينفع. ربع كيلو لحمه مش هتنفع. هضطر بقى ايه افتح اللفه كمان واحط عليه. انا عامله بالطول، هقفل بالعرض عشان تبقى ماسكه مني وما تفرفتش وتبقى الحته بحته. هقفل كده بالعرض. اتبقى منك جلاش كان به، بس انا بحب ان هي القاعده بتاعتها تمسك تبقى سميكه، غير ما تبقى من فوق ومن تحت هتقع منك وهتفرط منك. ماشي. هنا عملت بالعرض، اعمل بالطول بقى كده العكس بقى، عشان هي الجلاشه مش على قد الصوت. هي فيها اساسا هنا ماده دهنيه، اضطر هنا ما تكتريش، لان هو الجلاشه اللي فوق التعصيجه دي ما تكتريش فيها، عشان التعصيجه اللي تحت كان فيها ماده دهنيه عاليه فيبقى دسم جامد. بس بكره الشاشه. هنيجي برضو نكمل بقى، احنا كده ما كملناش حتى اللفتين. تيجي كده هنا بالعرض، مره بالطول ومره بالعرض. قفلي بقى، حاولي قفلي ما تخليش فيه حشو باين. بسم الله ما شاء الله. كانوا هم عايزين هنا في البيت، عايزين اللي هي بالموتزاريلا. هنحط بقى، انت هتفتحي عادي ما فيهاش حاجه نسيت لا مش هيدوب منك ولا حاجه. سمي الله. دي انا جبت موتزاريلا اللي هي الحمد دي، مش عارفه الكيس يعني، مش عارفه 25 جنيه ولا 35 جنيه، حاجه سهله، حاجه اقتصاديه. فرحي ولادك يا جماعه، افرحهم باقل حاجه، بالذات في الظروف الصعبه اللي احنا فيها. عادي كده تجيبيها احسن ما بدل ما تقولي احنا هنجيب حاجه اهي، عادي هتلفيها وتفرديها. بقى الجبنه الموتزاريلا يبقى طعمها جميل وحلو. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. يعني تحفه تحفه تحفه، حاجه مغذيه وجميله ومن بيتك. انت لو جبت فطيره باللحمه المفرومه من بره هتبقى بالشيء الفلاني، لكن انت في بيتك عملتيها مش هتكلفك حاجه خالص. بالعكس هما لما يشوفوها بعينهم كده تعمل لهم ذكريات جميله. كتري بقى، احنا هنعمل بيتزا نخليها بقى ايه، خلي شويه للبيتزا. عادي بقى تيجي تقفليها بالراحه كده عادي خالص. سمي الله، سمي الله وصلي كده، صلي على رسول الله وقول اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. تبقى الحاجه سهله وجميله. باظت منك هتتعمل كله ببركه ربنا. احنا بنعمل حاجه ببركه ربنا، واحده واحده كده. عشان تلزق فيها هتحطي ماده دهنيه عادي كده عشان تثبت ما تبقاش مكلكعه. التانيه برضو متنيه. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله، بالراحه كده. بسم الله، خلي ظنك كده في ربنا كبير ان هي تطلع جميله، هتطلع جميله ان شاء الله. حطينا الموتزاريلا اللي احنا نسيناه، والله انا ما كنتش هحط، بس هم قالوا عايزين بالموتزاريلا. هي جميله جدا وتحفه اهي. حطينا حاجه، حد شاف حاجه جميله جدا. تيجي برضو كده من الجناب عشان نحط بقى ايه
تمسك فيها. حطي بقى ايه كأنها ماده ايه لاصقه ليها لما تيجي تحطها. نفتح بقى ايه اخر لفه. بصوا يا جماعه الملكه دي تحفه خالص، ب6 او ب7 جنيه، حاجه يعني لا تذكر مقارنه بسعر الدقيق اللي ربنا يعني ايه يبارك فيما رزقنا، يعني عشان الحاجه غليت يعني الواحد جاب اخره الصراحه. نفتح كده افتحها وارجع لكم تاني. حاجه اخر حلويات. نحاول بقى نسد من هنا. خلاص كده، ما تكتريش من فوق، كتري من تحت ما تكتريش من فوق. نحط واحده هنا خلاص، كان الله بالسر عليه. واحده بس، واحده نحط واحده هنا مش 2، نجم 2. يلا بقى كده ما تبينيش الحشو عشان هيتحرق. بسم الله ما شاء الله تبارك الله فيما رزق. ناخد بقى ايه حبه تخدميهم بقى. عايزين برضو ماده دهنيه تاني. انا هزودها بقى لما احطها في الفرن. احط سمنه وارجع احطها في الفرن. قبل ما تحطيها في الفرن هتبتدي تقطعيها. وفي ناس بتحط المحلول اللي هو اللبن مع البيض عشان يبقى طري، بتحطيها تاخد تشميع في الفرن وبعد كده بتروحي مقطعاه وبعد كده اهي. بس انا بقطع على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي كده وما تخافيش تقولي لا هيبوظ مش لا انت حاطه كتير. سيبي كل حاجه سيبيها على الله. الواحد بيعمل في واحده بتعملها بالمقادير وبتبوظ وتتحرق منها. انت بس سمي الله وكله هيبقى زي الفل. خلي القطعه كبيره كده تملى عين اللي هي. في ناس بتقطع صغير عايزه، هم حرين حسب بقى ايه ما انت معوده ايه افراد اسرتك بياكلوا على ايه. خلي دي هي اساسا حته ما فيهاش حشو، فاحنا نبتدي كده نبتدي كده تبقى ايه جميله كده. في ممكن تعمليها سمبوكسه حسب التقطيع اللي انت عايزاه. بسم الله ما شاء الله. شوفي بقى انت لو جبتيها من بره فطيره عادي، ولو عايزين اعملها لكم فطير قولوا لي برده في الكومنتات. فطيره بالعجينه عادي بتبقى اقتصاديه احسن من الجلاش كمان. بس انا بقول لكم هي بتبقى بعد الخبيث. في مثلا في بيوت بتخبز عيش عادي، في ناس بتخبز قرص، بيستغلوا بقى يشوا بطاطا، يعملوا صينيه سمك، يعملوا صينيه جلاش. فالصراحه احنا كنا عاملين سمك، لا احنا عايزين جلاش. ما تقوليش لا هي كده باظت، لا اللبن هيظبطها. انما المحلول اللي هو اللبن بالبيضه يبقى تحفه خالص معاكم عادي يا جماعه. حتى لو اللبن ما كفاش ممكن تحطي لو عندك شوربه مع لبن وبضايه او بيضتين حسب ما انت ايه عايزه. اللي موجود حطيه. في ناس بتكلف وبيطلع وحش، الموجود حطيه. نحط هياخد تشميع وبعدين نحط بقى ايه اللبن والبيض. ده اتبقى بقى من اللفه الثالثه. انا هلفها، هضطر الفها. هي كده ما شاء الله اتعملت. حطها بقى في الكيس بتاعها. محطش بقى كيس حلواني ولا كيس اللي هو الكيس البلاستيك، كيسها بس. في كيس تاني هجيبه واحطه بقى ايه في قلب بعض كده. الكيس التاني اين الكيس التاني؟ ده هاتي ده هو ما اتقطعش. هي اتقطعت بس احنا ايه الجيش قال اتصرف. هنحاول بقى ايه نقفل دي في دي. هقفلها وارجع. قفلتها كانت ربع كيس، هي كان كله مسك الكيس وقطعه. انا اتصرفت. اتصرفي تبقى حلوه وجميله اهي. حطيها تجيبي كمان لفتين معاها بدل اديكي وفرتي حق لف وتعملي وتوفري كده وتظبطي في بيتك. حطه في الفرن وارجع لكم تاني. يلا هما بقى قالوا انا معرفش الموتزاريلا لازم الموتزاريلا من جوه ومن بره. قالوا لي بقى هنا لازم ايه حطوا لنا موتزاريلا كده.
نجرب مع بعض. انا الصراحه والله انا ما شفتش بيحطوها بس نجرب مع بعض كده. هي منظرها كويس اهي، نشوف اخرة التجربه. حاجه بسيطه فرح عيالك. احنا لغايه دلوقتي بنتذكر ان والدتنا مثلا ووالدنا كانوا بيعملوا مثلا يخشوا يوم الجمعه يعملوا الاكل مع بعض، كانوا احلى اكل. ان شاء الله هيعملوا شويه فول كنا بنفتكرهم هم برضو، دي تبقى بالنسبه لهم على عهدهم كده، تبقى شويه فول. انت ايه؟ هحط حاضر اهي. يلا هنحط في الفرن. شكلها مش هنحط في الفرن. هنحط في الفرن ونرجع تاني. بقى في الفرن حسيت ان هو نشف لما خدت تشميعه. احط له شويه كده ايه، شويه سمنه كده، سمنه سايحه اللي عندك بقى، اللي عندك، وسمي الله كده وربنا يخليها زي الفل. ماشي. ممكن برضو كده المسافات دي والحتت دي عشان بتبقى ناشفه، بس عشان حسيت ان هي نشفت كده في الفرن شويه. هنعمل لها البيض مع اللبن ده عشان تبقى طريه ما تبقاش ناشفه. اللي عندي كان هنحط بقى بيضايه مع كوبايه لبن، تربيها تحطيها في الخلاط زي ما انت عايزه. ربي بقى كده، ربي 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 ربي، هتربي. والملح تحطي فيها ملح وفلفل اسود، وبعدين بقى توزعي كده. حاجه مغذيه، الف هنا وشفا على اللي ياكل. بصوا يا جماعه، اللهم صل على النبي، يعني حاجه تحفه. وزعي بقى كوبايه لبن، كوبايتين، اللي موجود حطيه، اتكلي على الله. هي دي البدايه موزعه. بسم الله ما شاء الله. يلا بقى الشكل النهائي بعد ما نحطه في الفرن كده يا جماعه. بعد ما استوت بسم الله ما شاء الله، بصوا يا جماعه، الله اكبر، وطريه وحلوه، مقرمشه وطريه. انا هوريها لكم دلوقتي. انت طبعا الحاجات اللي هي قفلت منك تفتحيها كده بالسكينه. بسم الله ما شاء الله. في ناس طبعا بتغطيها عشان تبقى طريه، فهي كده كده هتطرى لو سبتيها بفتره من الوقت. نعملها برده بالسكينه، نختار حته كده جميله. هطلع لكم حته. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، يعني حاجه تحفه. شوفوا المطه يا جماعه، هي مطه على قدها، على قد فلوسها، جبنه على قد فلوسها. ماشي. طلعي كده بقى حاجه يعني انت معصجه اللحمه يعني ما تكملش معاكي 10 دقايق. تكوني طبعا الفرن انت كنت خابزه ولا حاجه، عامله حاجه في الفرن، اعمليها. ماشي. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله، حاجه تحفه. بصوا يا جماعه، بصوا الحشو، بصوا حاجه يعني، بصوا بصوا بصي 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 بصي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. حاجه جميله، حاجه تفتح النفس، حاجه ما تكلفكيش اي حاجه. يعني في الافراح عندنا ما بيكلفوش نفسهم، هيعملوا صينيه زي دي، صينيه بنص كيلو لحمه، دي بنص كيلو لحمه قدامكم. كتري جزر، كتري بصل، هتبقى تحفه 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 تحفه. شويه بهارات بقى تعملي النص التاني تعملي برده صاج كده مكرونه بالبشاميل، هتبقى جميله جدا. وتعملي محشي، حاجه جميله. بطايه بقى عندك اللي انت مربياها. شوفوا بقى قد ايه بقى الارياف، تحفه تحفه. بصوا يا جماعه، شوفوا المطه جميله ازاي. ده جزر مفيد ولحمه مفرومه على فلفل. لو عندك فلفل رومي، بس انا كان عندي فلفل شطه قطعيه كبير عشان الاطفال. الله اكبر، اللهم بارك. انا برضو هطلعهم في الطبق وارجع تاني. حاجه تحفه يا جماعه، مكملتش. انت لو جبتيها من بره شوف حاجه جميله، يعني ما تتصوريش بقى ريحتها. لو انت معايا هنا في ريحتها، يعني تشمي ريحتها، تحفه يا جماعه واقتصاديه. وهفضل اقول من هنا للصبح، مظبوطه وجميله. اللي عجبه الطريقه يا جماعه يحط لي اللايك المتين ويعمل لي الاشتراك فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.